السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العدوى بتقول ضروري عاوز حل بما يرضي الله. جوزي كان واخد أسورة ذهب من أخته كانت 9 جرام، لما باعها كانت ب 22,500. دلوقتي لما نيجي نردها هنرجعها جرامات ولا فلوس؟ والله على حسب الاتفاق. لما جوزي خد من أخته الأسورة دي، هل اتفق معاها إن الحاجة دي يرجعها لها ذهب زي ما خدها أو يرجعها لها فلوس؟ تمام. ده بالنسبه للجزء دي. والله هو لو متفقين على اي حاجه فجزء عليه انه يلتزم، زي لو قالوا دهب يبقى رجعها دهب، قالوا فلوس يبقى فلوس. اما في حاله بقى لو هو مش متفقين والموضوع يعني كان مفتوح، يعني ما هو لا انا محتاج الحاجه فهي طلعتها واديت له الحاجه دي، فساعتها هو لازم ومجبر ان هو يرجعها لها دهب زي ما خدها. وانت كمان قلت في سياق كلامك ان اخته اديته الاسوره وهو خدها باعها، فبالتالي اخته ما كانتش معاه في الموضوع البيع، فهي كده بالنسبه لها هي مدياله دهب، فالمفروض يرجعوا لها دهب. في الاصول الشرع انه يرجع لها 9 جرام دهب زي ما هو خدهم، وخد 9 جرام دهب يرجع لها 9 جرام دهب بالسعر. انه سعر لا ايا كان بقى السعر، هو ليه زي ما خد 9 جرام يديهم لها 9 جرام. وده بالنسبه للشرع، والله اعلى واعلم. بس موضوع بسيط يعني، هي القاعده العامه: خد دهب هيرجعه دهب، خد فلوس هيرجعه فلوس. بس الموضوع بسيط وشكرا. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك، اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.